السلام عليكم إخواني أخواتي. فضلا وليس أمرا، نتمنى إن شاء الله أنكم تدعموا هذه القناة بالاشتراك وكذلك بالضغط على زر اللايك والجرس لتقديم المزيد والأفضل إن شاء الله. وأخيرا تم التعديل الحكومي لدولة جنرالات الجزائر. التعديل الحكومي واش دابا هذا حكم العسكر؟ عندهم شي حكومه نيت فعلا حكومه يعني تأدي الواجب ديالها كما هي. المهم على كل حال، انا بالنسبه لي انا ما تيهمنيش انا هذا التعديل الحكومي ولا تتهمني غير واحد الوزاره وواحد المساله بغيت ننبه لها وبغيت نوضحها. الفئه الغبيه من الشعب الجزائري، الفئه الغبيه من الشعب الجزائري. دابا ملي كتكون واحد الدوله بلاد فيها واحد الحكومه، هذيك الحكومه الا كانت مثلا غاديه في الاتجاه الصحيح وغاديه ناجحه في الاستراتيجيه ديالها وتتحقق نتائج ايجابيه وتتحقق النمو وتتحقق يعني داك الشيء اللي تيطلبوا المواطنين، وتتحقق المواطنين الرفاهيه والتطور وكذلك الرقي. هاد الحكومه هذه تتبقى مستمره ما كتبدلش. دابا راه النداء ديالي موجه لكم ايها الكراغي الاغبياء من الشعب الجزائري، ما كتبدلش، تتبقى غاديه حتى الانتخابات اللي هي ماجيه. وملي كتجي الانتخابات الماجيه الشعب حتى الا تيشوف هاد الحكومه راه ادات الواجب ديالها وقامت بواحد الدور ديالها احسن دور، تتعقد تنتخب عليها ثاني. واخا نتوما راه ما عندكم الانتخابات لا والو، داكشي راه عندكم مع الكذوب، عاد الزوير والكذوب وحتى واحد بعدا ما تينتخب. المهم على كل حال نمشيو حنا في هذا الاتجاه، ما كتبدلش هذيك الحكومه، هادشي هو اللي كاين. وإلا ناض شي رئيس الحكومه غاديه مزيان تتحقق نتائج ايجابيه وخدامه مزيان وغاديه بالبلاد لقدام، وينوض شي رئيس يبدلها، هذا الرئيس راه حمق، راه حمار. اذا هذا الرئيس راه حمق، خاصو يمشي لمستشفى الامراض العقليه. في المقابل ودابا عاد تبع معايا الكرغولي شويه بشويه، خدم معايا عقلك. راه تنقول لكم شحال من مره يخدموه، تولي تخدموا هاد الجمجمه عندكم لداخل اللي كان فيها شي مخ، خدموه شويه غادي توصلوا للحقيقه ديال هادو اللي تيحكموكم. تبع معايا، حنا راه غادي نعيب المنطق، 1 زائد 1 تساوي 2. الا فكرتوا عيب بهذه الطريقه البسيطه راكم غتفهموا الحقيقه ديال هادو اللي تيحكموكم. بينما في المقابل الا كانت واحد الحكومه واحد مجموعه ديال الوزراء فاشلين في المهام ديالهم، تعطاتهم المسؤوليه وفشلوا، وتعطاتهم فرصه وما وصلوش داك الشيء اللي بغاو. المواطنين تيحتجوا، المواطنين في مشاكل، هاد الحكومه ما حلاتش المشاكل ديال المواطنين. اذا هنا اشو تيوقع؟ هذا الرئيس ديال البلاد اشو تيدير تعديل حكومي، تيحيد هاد الحكومه واخا ما تكملش الولايه ديالها، تيحيدها ويجيب حكومه اخرى، او لا تيبدل دوك الوزراء اللي هما فاشلين، الوزارات اللي هما فشلوا في المهام ديالهم تيبدلها. اذا هذا الرئيس راه على حق، في الحق راه هذا منطقي، شيء منطقي ان رئيس دوله انه خصو يبدل واحد المجموعه ديال الوزراء اللي هما فاشلين، ماشي يخليهم حتى تيغرقوا البلاد. تفاهمنا. اذا عبد المجيد كتبون ديالكم دار تعديل وزاري، اذا هذا ماذا يدل بان هاد الوزاره ديالكم او هاد الحكومه ديالكم فشلات فشلا ذريعا في تحقيق المبتغى، وخاصه الملف المتعلق بالصحراء المغربيه. وهنا اتكلم على رمطان العمامره، عاد خليو هذا الموضوع هذا من بعد. اذا هاد الحكومه فشلات، حكومه فاشله، ما قدمتش
ما كانش في مستوى تطلعات ديالكم نتوما كشعب جزائري. فشلت في عدة ملفات، فشلت في الاقتصاد، فشلت في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. إذا انت لهنا تفاهمنا. إذا أيها الكرغولي، أيها الغبي، الأغبياء من الفئة من الشعب الجزائري، واش هذا الشيء ما تيدلش بأن هاد الناس راهم كانوا تيكذبوا عليكم؟ واش هذا ماشي دليل قاطع أنك تقتنع بأنه راه كانوا هذيك الهضرة كاملة اللي كانوا تيقولوا لكم راه على الكذوب؟ ياك كانوا تيقولوا لكم فعلنا وسنفعل وقمنا بإجراءات، والجزائر اقتصاديا في تطور، والجزائر أحسن من المغرب، وسنصنع وسنصدر، وأصبحنا رقم 1 إفريقيا، وأصبحت الجزائر كذا، وإننا متقدمون وذاهبون إلى الأمام، وأحسبنا أحسن من المغرب. واش هادشي كانوا تيقولوه لكم ولا لا؟ كانوا تيقولوه ياك؟ هاكداك. إذا علاش اسيدي داروا هاد التعديل الحكومي؟ علاش داروا هاد التعديل الحكومي؟ إذا كاينين جوج الحوايج. أنا راه تكلمت من الأول وأنا تنسترسل فسميتو في الأفكار، وحاول تعقل على الأفكار اللي بديت بهم من بداية الحلقة. إذا كاينين جوج الحوايج، يا إما هذاك الشيء اللي كانوا تيقولوا لكم صحيح بأن الجزائر كدا غادية في التقدم والتطور وتنحققوا وحققنا نتائج إيجابية ونتائج مزيانة هذه في الاقتصاد وكذا من هنا له، إما هذا الشيء صحيح، وإلا كان صحيح وعبد المجيد كتبون دار تعديل حكومي، إذا عبد المجيد كتبون ديالكم حمار كما قلت في الأول. إذا عبد المجيد كتبون ديالكم حمق، هو اللي خاصو يتبدل ماشي الحكومة. إذا عبد المجيد كتبون ديالكم خاصو يمشي مستشفى الأمراض العقلية، ملي الحكومة ناجحة ويبدلها هذا راه حمق. إذا إلا ما تقبلتوش بأن عبد المجيد كتبون ديالكم حمق وبأنه على حق، إذا داكشي اللي كانوا تيقولوا لكم راه على الكذوب. إذا هنا خصك تيقن أيها الجزائري، أيها الغبي من الفئة من الشعب الجزائري، أغبياء الجزائر، بأن هادوك الناس الحكام ديالكم واللي تيحكموكم على رأسهم عبد المجيد كتبون تيكذبوا عليكم كاع داكشي اللي كانوا تيقولوا لكم وانتم تصدقوهم صدق عين الكذوب. والدليل على ذلك هو تغيير أو لا تعديل الحكومي. فين عمرك تمشي حكومة ناجحة وتتبدل؟ راه ما تتبدلش. إذا الحكومة ديالكم فاشلة وكانوا تيخدروكم، كانوا تيستحمروكم، ردوكم حمير، تيبقاو يكذبوا عليكم راه حنا درنا وغنديروا، الجزائر وصلات ولات القوة الضاربة اقتصاديا وغادي نصدروا وغادي نصنعوا، راه حنا صدرنا وراه حنا واعرين وراه حنا قدينا على المغرب وحنا الاولين في الفلاحه وحنا كذا وهادي وحنا الاولين في التغذيه وسميتو. هادشي كانوا تيقولوا. اذا هادشي راه كامل عكدو. يا دابا اشنو اللي بان لك الكرغولي؟ واش عبد المجيد ديالكم هو اللي بغل، هو اللي حمق، او لا الكذوب؟ عاد تخير وحده فيهم. والا ما تخيرتيش لا هادي لا هادي، ما بغيتيش تقبل لا هادي لا انك هذاك الشيء راه كذوب، وتقبلتي بان كلشي داكشي تيقولوا صحيح، وما تقبلتيش بان عبد المجيد كتبون ديالكم بانه احمق، وهذا راه فيك الديف وانت اللي حمار، وهذا انت هو دابا اللي فيك الديف وانت اللي احمق، اللي خاصك تمشي لمستشفى الامراض العقليه وتمشي تعالج نفسك. بالنسبه لوزاره الخارجيه راه مطلع مامره 4 الوزراء دابا اللي مشاو ما ضاموش مع المغرب، ما استطاعوش انهم لم يستطيعوا ان يقارعوا وزير الخارجيه ديالنا. 4 تيمشي هذا وتيجي هذا، وبقى الوزير الخارجيه ديالنا بقى هو ما تبدلش. علاش ما تحناش حنا ما بدلناش وزير الخارجيه ديالنا؟ لان خدام مزيان، بقى بالدور ديالو باحسن وجه وبطريقه اللي هي معقوله وبطريقه احترافيه وبطريقه تتحقق نتائج. وراكم عارفين اش هي النتائج، راكم عيت تتكابروا. بالنسبه لينا حنا كاع لا نتوما تعترفوا كاع، بالنسبه لينا حنا راه محقق نتائج اللي هي مهمه. واش مازال ما صبطوش
مازال ما صبتوش شي واحد اللي يكون نيت صحيح، اللي يكون مازال ما صبتوش. واش مازال ما صبتوش شي واحد مجهد اللي هو يقارع وزير الخارجيه ديالنا حنا؟ ها مازال كاع ما صبتوش، وما عمركم تصيبوا، ما عمركم غتصيبوا. 4 الوزراء اللي دازوا وزراء الخارجيه، جيب هذا حيد هذا، والعمامره جبتوه وقلتوا هذا هو اللي يليق المغرب، هذا هو اللي غادي يجيب التمام المغرب، هذا هو اللي غادي يحطم المغرب. في الاخر ما دار والو، في الاخر فشل فشلا ذريعا. وكانت النهايه ديالو وهو بروز المساله، خروج مساله الصحراء الشرقيه الى الوجود. مازال ما بصفه رسميه مازال ما خرجتش. الناس اللي وسائل الاعلام ديال المغرب والمواطنين بحالي وسميتو اللي خرجوها، وطرعبتوا خصوصا داك الشنقريحه ديالكم. وراه المواطن اللي حضر على سميتو، على المواطن العادي اللي يهضر على الصحراء الشرقيه هو يطرعب ولا خرج بداك الخطاب كاع مرعوب خايف. انت مع من اصاحبي؟ مع من؟ راه مازال ما هضر لا مالك على الصحراء الشرقيه، مازال ما كاينش شي حاجه رسميه، لا وزير الخارجيه ولا حتى واحد كاع، ولا الحكومه ولا رئيس حكومه لا والو. وطرعبتو مواطن عادي يتكلم على الصحراء الشرقيه وناض فيكم المسؤولين ديالكم ولاو مرعوبين. اذا فينا هو هذا؟ كاين شي وحدين ولاو تيهضروا قال لك مرعوبين من وزير المغرب، مرعوبين من وزير الخارجيه الجديد، مرعوبين. وحتى شكون اللي مسوق لكم؟ راه المواطن البسيط اللي تيهضر، راعي بحالي والناس اللي تيهضروا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات. والترى شكون اللي حاس بكم؟ راه الدوله ديالنا والملك ديالنا راه مشغولين بالامور اللي هي كبيره، راه قلنا لهم ولينا تنلعبوا مع الكبار. راه من يريد ان يحلق مع النسور لا يضيع وقته مع الدجاج. راه حنا ملي ما تبقاو عندنا ما يدار وتنبداو بحال ما كون نهضروا وتنبداو نناقشوا. تا شكون اللي مسوق لكم؟ راه ماشي مساله ديال الاشخاص، ماشي مساله ديال تغيير الاشخاص. راه قال لك من الغباء وهو الانسان تيكرر نفس التجربه وتيتسنى نتائج مغايره. نفس التجربه نتائج مغايره. راه خاص التغيير ديال العقليه، التغيير ديال الاستراتيجيه، التغيير ديال السياسات، التغيير ديال الفكر، تغيير النظام. يا كراغله، راه هذا هو اللي خاص. راه واخا تغيروا ما عرفتش، راه تبقاو تغيروا الى يوم البعث. راه جا بوتفليقه صاب الصحراء مغربيه، مات بوتفليقه بقات الصحراء مغربيه. جا عبد المجيد كذبون صاب الصحراء مغربيه، غادي يمشي عبد المجيد كذبون غتبقى الصحراء مغربيه وغادي تبقى مغربيه. وانتم بقاو عايشين في الدل وفي المهانه، في الدل والمهانه، وبقاو عايشين في الطوابير. ورزقكم تيمشي عند البوليزاريو اللي ممتعين، قياده البوليزاريو اللي هما ممتعين، ولاد الجنرالات ممتعين، وبقاو نتوما حاطين المغرب وتتبقاو تسبوا وتتبقاو هذا هو دابا الاشكال. فين هي راه خاصكم تغيروا الاستراتيجيه، هي اللي خاصها تغير. السياسات ديالكم هي اللي خاصها تغير، ماشي الاشخاص. راه كي هذا كلشي بحال ما كاين حتى شي حاجه. وانا غنعطيكم انا مننا، راه ما غتبدل حتى حاجه. الوضع اللي نتوما فيها الكراغيله غتبقاو نفس الوضع، وياك ما غتأزم كثر. الصحراء مغربيه غتبقى مغربيه. حنا دابا راه تنهضروا دابا على الصحراء الشرقيه. اش باغي يتغير؟ ما غادي يتغير حتى شي حاجه. نتوما كتهبطوا لتحت، حنا راه تنزيدوا لقدام. نتوما كتهبطوا لتحت وحنا راه غادي لقدام ان شاء الله. واحد التعليق عجبني في واحد الحلقه كنت درتها على التمور الجزائريه. قريت واحد التعليق مت من الضحك، وغندير عليه حلقه باش غادي نبهدلكم. وهذا التعليق غادي نصوراه، درت ليه سكرين صورته، غادي نوريه لكم باش حتى المشاهدين يضحكوا، حتى المشاهدين يعرفوا الحمير كيفاش الجنرالات ردوا الشعب، فئه من الشعب حمير ما عندهمش هذا ما تيخدمش. واحد قال لي في التعليقات
تستوردون، لماذا قال لك لم تقاطعوا الفواكه والخضار التي تستوردونها من إسرائيل؟ تنستوردوا حنا 80%، قال لي 80% من الفواكه والخضار من إسرائيل، يعني يلا حنا تنتجوا 20%. بقيت تضحك. دابا هذا راه واش هذا ماشي حمار اللي يجي يفكر بهذه الطريقه؟ واش هذا عايش في حفره، عايش في قبر، ما عارفش واش هذا، ما عارفش العالم اش تيطرا فيه، ما عارفش العالم اش تيطرا فيه. غادي ندير على حلقه، وغادي هذا اللي قالها التعليق هذه راه مروجه، اي حاجه تتقال في التعليقات من عندكم راها تطروج، هذه راه مروجه، وهذه غادي نبهدلكم حلقه، غادي نبهدلكم فيها غنوريك بان هذا اللي قالها التعليق وهذا اللي تيقوا بهذا اللي تيقوا هذا الكلام هذا غادي يقولوا منهم حمير. شوف دابا كاع ما تنبقاو نسبوا شويه كلمه حمير، هي اللي تستحقوا، وهي اللي تتبان لي تستحقوا، ملي تتصدقوا بحال هاد الحوايج هادو هي اللي تستحقوا، لانكم راكم مستحمرين مبردعين، دايرين لكم برد عام بردعين. الى اللقاء.